سلام نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بخاليني بواحد التعليكه، واحد القرمشه رائعه. ما غاديش تشبعوا منها، جربوها الطريقه هذه وما غاديش تندموا. شوفوا لي البنات كيفاش كيجيو من الداخل وكيجيو معلكين. ما غاديش نطول عليكم، غادي ندوزو مباشره باش نحضروا العقده ديال البريوات. بالنسبه للطريقه ديالي في العسل اللي صايبت بهم البريوات، الفيديو من وراء هذا غادي نخلي لكم الطريقه ديال العسل والطريقه ديال قلي البريوات. وندوزو مباشره تحضير عقده اللوز. هنا خديت 700 غرام ديال اللوز، درتهم في الاير فراير وخليته يتحمر مزيان، وضفت ليه معلقه ديال الزبده كبيره وطحنته في الروبو. هنا ضفت ليهم الكراميل اللي كيعطينا واحد التعليكه، 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي مطحونين مع شويه ديال المسكه الحره، شويه ديال القرفه. صافي هنايا غادي نخلط الخليط ديالي مزيان وغادي نضيفه في واحد الاناء. من بعد غادي نضيف معلقه كبيره ونص ديال المزهر. ضفت على اللوز ديالي 500 غرام ديال اللوز بودره وجمعت به البخاليني. بهذه الطريقه هذه راه كتجي عقده روعه وبنينه. صافي هنا غادي نبقى نجمع العقده ديالي كيف ما كتشوفوا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا وكتكور لينا بسهوله. صافي وغادي نبقى نوجد في الكويرات ديالي كيف ما كتشوفوا. مباشره مني غادي نسالي، غادي ناخذ الورقه ديال البريوات. بطبيعه الحال كل عام كنستعملوا هذه الورقه هذه اللي روعه وكتدوم لمده طويله وناجحه في جميع الاستعمالات ديالها. صراحه الورقه المفضله عندي. هنايا كيف ما كتشوفوا وجدت البريوات. ان شاء الله التتمه ديال الفيديو الطريقه ديال قلي البريوات وتحضير العسل اللي وجدته. كنتمنى الفيديو يعجبكم اليوم. بسلام عليكم.